السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الكل، مرحبا بكم حبيباتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيتي اليوم الوصفة متاعي اليوم رز صحي، تقدروا تعتمدوه في رمضان، حاجة صحية تنفعكم به. حبيتي المقادير، لهنا عندي هذا بابوش بحر، راهو تقدروا تعوضوه بالفروتة دي مارة غير البحر يعني. حبيتي لهنا عندي جلبانة، عندي قدر كيس كبير، عندي حمص كيس كبير، عندي لوبيا كيس كبير، عندي هذا الفول هذا نص كيس، العدس نص كيس. بالنسبة حبيتي للفحات عندي مغرفة صغيرة كركم، مغرفة كبيرة فاح راس حانوت، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة زعتر، عندي لهنا مغرفة صغيرة فلفل أحمر مطحون، مغرفة تنقص شوي ملح. به حبيتي لهنا عندي رطل روز، وعندي بالطبيعه زيت، ومن بعد نوريكم الماء قداش باش نعمل. يلا حبيتي نبدو طريقه التحضير متاعنا. جبت مقله كبيره، بالنسبه لكم اذا ما عندكمش مقله الحجم هذا تقدروا راهو تعملوا يعني صارونه عندكم كبيره مش مشكل. به حبيتي حطيت الزيت، نحط البابوش هذا. بالطبيعه البابوش هذا راني غسلته وغليته في الماء، غلوتين هكاكا في الماء، ومن بعد كي صبيت الماء هذيك صفيته وعاودت غسلته وتوا هاو باش نطيبو. باهي نصب الخضره هذه ونحرك. من بعد في الاخر نحط نص راس ثوم، نوريكم من بعد. نخلط هذوما كلهم مع بعضهم ونخليهم يتقلوا مليح مليح. لهنا نصب الجلبانة والحمص هذوما كلهم نصبهم لهنا. نحركهم. كنت حطيتهم في الفريجو يعني مثلجين، جبتهم ونفختهم، ومن بعد حطيتها كمية هكاكا نحتاج لها في رمضان، كل مرة نجبد شوي. قسمتهم وحطيتهم في الفريجو. يا حبيتي نسيت ما قلتش لكم على اللي هو تحطوا كعبتين بصل وتحطوا كعبتين جزر. باهي هذوم الفحات حطيتهم. نحرك، حاجة بنينة وسهلة. بالنسبة للماء، الماء نحطه سخون، هاو انه نسخنه ونحطه. حبيت نحط اقدر إيترتين، واذا ما تغطاش ليا الكل نقدر نزيد شوي حتى نشوفوا تغطى الخليط هذا متاع الكل. نزيدوا شوي. وهكا
نخليه كان على الطياب. حبيتي تشوفوا من بعد كيفاش الرز ما نحطوش تو الا ما يطيب ليا الحبوب هذيك كلها، ومن بعد نحط الرز. نخليه حبيتي نقصله في الغاز، ما نحطش نار قويه، ونغطيه ونخليه يطيب. كل مره نذكره نحركه شوي باش ما يلصقش. شوفوا حبيتي هنا زدت نص راس ثوم، قصيته وحطيته نحركه. طبعا عندي الحمص انا يطيب براحته باش كل شيء يطيب. تو حبيباتي شوفوا نصب الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. نزيدوا حبيتي الرز. بالطبيعه الرز غسلته وخليته يشرب يعني الماء نتاعو شوي. غسلته وصفيته وخليته حتى تشيح هكا شوي، ومن بعد صبيته ونغطيه ونخليه يطيب. حركه. اذا مازال الرز كاسح ونشف لي الصوص نقدر نزيد شويه. بالنسبه لي حبيتي نختار الرز الاسمر، كعبته تجيني بالنسبه لي نتصور هكا كفي، مش كيف الرز الابيض يعني تتحلي كعبه. حركته لهنا. حبيتي ننزل على هذوما اللوطه هكا باش حبيتي نغطيه ونخليه يغلي حتى يطيب، وانا كل مره نتفقد. حبيتي لهنا حضر الرز بتاعي. شوفوا يشرب الماء متاعو الكل. نزيدو شويه حتى يكمل يشرب شويه الماء الباقي من اللوطه كهو، ويسمى الرز متاعي حضر. شوفوه محلاه وبنين ما شاء الله. لهنا حبيتي كمل يشف وشرب الصوص متاعو الكل. زدت قدر نص كاس صغير زيت زيتونه نحركه هكا ونغطيه ونخليه يصبر قدر نصيف ساعه، ومن بعد نحضره فوق الطاوله متاعي. حبيتي ان شاء الله يكون الرز متاعي اليوم عجبكم، وشهية طيبة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.